بسم الله الرحمن الرحيم. بعد ما سطبنا الفيري وعرفنا بنأكتفه ازاي، المفروض ان هو بيظهر معانا هنا اول ما بنيجي نفتح البرنامج، بس هنفترض ان هو مظهرش معانا على الشاشة زي ما احنا شايفين. فبنيجي نظهره من قائمة فيو والتول بارز، بنلاقي هنا فيري في سكتش اب، نروح ضاغطين كليك فبيظهر قدامنا هنا. زي ما قلنا قبل كده إن إحنا نقدر نحط القوائم دي مطرح ما إحنا عاوزين في أي مكان على الشاشة اللي قدامنا دي، بس أنا بفضل إن أنا بحطه على الشمال دايما هنا عشان ما ياخدش مساحة، أو نحطه فوق في المساحة دي أيا كانت. زي ما تعرفنا في كورس السكتش أب في أول فيديو بنتعرف على الأيقونات أو الشريط بتاع الفيري اللي قدامنا ده. هنا أول حاجة إحنا في الفيديو ده هناخد حاجة سريعة كده، مش هنتدرب أو هنشتغل عليه، إحنا بس هنشوف الأدوات دي فايدتها إيه أو بنستخدمها في إيه، وبعد كده نشرحها واحدة واحدة بالتفصيل إن شاء الله. هنا هناخد أول واحدة اللي هي الماتيريال إديتور. لما بنضغط عليها هنا بتفتح لنا الشاشة اللي قدامنا دي بنستخدمها أو فايدتها في الخامات والماتيريال اللي احنا بنحطها، سواء من سكتش اب نفسه زي الماتيريال اللي احنا كنا قايلينها في الفيديوهات اللي فاتت، او الماتيريال او الخامات اللي انا هنزلها سواء من على النت او من على الجهاز عندي واحطها، بتبقى دخيلة على الماتيريال اللي على سكتش اب. بنتحكم منها في الانعكاسات والانكسارات والإضاءة، مش إضاءة المشهد، إضاءة الماتيريال نفسها، اللي هي تبقى فاتحة أو غامقة أو بتعمل إضاءة ذاتية منها هي من الماتيريال نفسها، وهنعرفها بعد كده إن شاء الله. ومنها بنعمل البامب والديسبليسمنت للناس اللي بتشتغل ماكس. برضو هنا موجود بامب وديسبليسمنت. نقفل دي، آسف. نيجي هنا الاوبشن اديتور. هنا اول ما بنفتحها بيفتح لنا شاشه او نافذه عامله زي نافذه الماكس الفيري في الماكس، اللي فيها الجلوبال سويتشز والسيستم والكاميرا والانفيرمنت والكلام ده كله. ما بنستخدمهاش كتير، بتبقى فيها بعض السيتنج المحفوظه اللي احنا بنتعود عليها من كتر شغلنا. مثلا في environment لو احنا هنحط مثلا فايل بصيغة هيدرا أو كده، هنبقى نشوفها بعد كده. الجلوبال سويتشز لو احنا مثلا هنعمل override ماتيريال اللي هي بتخلي المشهد كله بيبقى بلون واحد زي ما انت عاوز. بنفعل منه جي اي لايتنج او الهيدن لايت، والكلام ده كله هنبقى نعرفها بعد كده. هنا السيستم بتاعك الريندر نفسه. احنا ما اتكلمناش عن الايقونات اللي فوق دي. الايقونه دي انا مثلا بعد ما اشتغلت في مشروع وعجبني السيتنج بتاعته او الريندر اللي انا عامله، فباجي من هنا بقول له سيف للسيتنج او الخصائص الريندر اللي انا عاملها، مش للمشهد نفسه، مش للمشهد بتاع سكتش اب، لا دي للسيتنج بس بتاعت الريندر. بتتحفظ لي بصيغه اسمها فيزوب او اللي هي اختصار فيجوال اوبشن، ايا كانت المسمى بتاعها او الاختصار بتاعها. بنيجي نحفظه باي اسم، ويفضل ان يكون اسامي انجلش او مترقمه عشان تقدر تعملها بعد كده. الترتيب بتاع الويندوز تبقى سهل انك انت تدور عليها بعد كده. بعد ما تكتب الاسم ايا كان اللي انت عاوزه، راح قايل له سيف.
فبيتحفظ السيتنج بتاعت الرندر اللي انت اشتغلت بيه في المشروع. طيب انا عاوز اجيبها بعد كده، فتحت مشروع تاني وعاوز نفس السيتنج دي، باجي هنا من اللود واقول له الاسم اللي انا كنت او الفايل اللي انا كنت مسميه من قبل كده وكنت حافظه من قبل كده، بقول له open، وليكن مثلا فايل زي ده كده اقول له open. فالمفروض ان هو بيحفظ لي او بيلود لي السيتنج اللي انا كنت عاملها قبل كده. ده ايقونة اللود. طيب انا بعد ما عملت عمال العب في الايقونات دي كلها واتلخبطت، كتبت هنا ارقام وهنا ارقام، مش عارف انا كتبت ايه. فباجي من اللي هو اللود ديفولت، بروح ضابط، فبيرجع لي السيتنج زي ما فتحت البرنامج، اللي هي بالظبط اعادة ضبط المصنع. ده اللي هو اللود ديفولت او اللود ديفولت. نيجي هنا على أهم الأيقونات اللي إحنا بنستخدمها، مثلا زي الأوتبوت ده اللي هو حجم الصورة اللي إحنا بنعملها. لما بنيجي نعمل تيست بنخلي حجم الصورة صغير عشان ما تاخدش وقت في الرندر، لأن الرندر بيهلك الجهاز. بعد كده بنبدأ نكبر الصورة، وهنا بنحدد له النسبة الثابتة اللي إحنا بنشتغل عليها، سواء أنت عاوز تثبت النسبة. يعني أنا لو جيت هنا كتبت أي حجم، فده بتبدأ هنا النسبة بتتغير. أنا مش عاوز النسبة تتغير، فبروح أقول له ما تغيرهاليش، وأقول له مثلا 500. المفروض دي بتقل النص لأن أنا قللت من 1500. أيا كانت. بعد كده طول ما إحنا شغالين هنتعرف على الحاجات دي كلها، واللايت كاش هنبدأ نغير فيها ونتعود عليها. المهم نخليها دلوقتي ديفولت. نيجي على أهم أيقونة اللي هي أيقونة الريندر، مكتوب عليها R، بيبقى شكلها مختلف في بعض إصدارات الفيلين. هي يا دوب بنضغط عليها ضغطة واحدة بس، ملهاش استخدامات كتير. بنضغط ضغطة واحدة بس عشان تعمل لنا ريندر. مثلا لو الشخص اللي قدامي ده عاوز أعمل له ريندر، بروح ضاغط الآر أو الريندر، فبيقعد ثواني كده وبعدين بيظهر لي شاشة الريندر اللي قدامي دي، ويبدأ يرندر. مش مرندر دلوقتي. ده اللي هي الهيلب اللي بتبقى موجودة في كل البرامج اللي احنا بنستخدمها، سواء البرامج المعمارية أو البرامج العادية. الاف ده اللي هو فريم بفر، اللي هو اللي بيجيب لي آخر ريندر أنا عملته. وهنبقى ناخد بعض الأيقونات اللي فوق دي لأن مش بنحتاجها كلها، بس برضه قدام إن شاء الله. هنا الإضاءات بتاعة الفيرين، 4 إضاءات دول اللي بيقوموا عليهم الإضاءة في سكتش أب كلها، لأن سكتش أب مفيهوش إضاءة غير إضاءة الشمس بس. الفيرين بيبدأ يحط لي إضاءة السبوت والأومني والريكتانجل والكلام ده كله، هنبقى نعرفها أول بأول وبالتفصيل إن شاء الله. هنا بيحط لي اللي هي فيري سفير، كورة واخدة خامات أو صفات الفيري، ونفس النظام هنا الفيري بلان بيبقى واخد نفس صفات الماتيريال بتاعة الفيري، ودول ما بنستخدمهمش تقريبا خالص، لأن احنا بنعمل الريكتانجل عادي وبنحط له ماتيريال وبنبدأ نغيرها من ماتيريال اديتور من هنا، وبنبدأ نعدل فيها براحتنا ونديها الانعكاسات والخصائص اللي احنا عاوزينها. وبكده نكون تعرفنا على أيقونات الفي-راي، وإن شاء الله هنكمل في الفيديوهات الجاية بالتفصيل. الحاجات اللي احنا قلناها دي هناخدها بالتفصيل إن شاء الله، ونكمل في الفيديوهات الجاية إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.